تشكل عطلة فصل الصيف للسعوديين والخليجيين عموما فرصة لتمضية الإجازات السنوية في الرحلات السياحية التي تكون أوروبا الوجهة الأولى لها، لكن وجود السياح الخليجيين لا يبدو أنه يمر بهدوء في بعض الدول. بعض التصرفات والممارسات تتسبب في إزعاج السكان في بلدان الوجهة الاصطيافية، مثيرة موجة من الاستغراب والاستنكار. يظهر هذا المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سائحا خليجيا يقوم بتدخين الشيشة بالقرب من برج إيفل وسط العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن تقوم الشرطة باعتقال الرجل. أما في العاصمة البريطانية لندن فقد أصيب المواطنون الإنجليز بالصدمة جراء مشاهدتهم السياح الخليجيين وهم يقومون بطهي الطعام في هايد بارك المدينة، كما يظهر هذا الفيديو. هذا اهداء حق مدير جروب راضي خليفة بن صهيونان. لكن حملة الاستنكار الأوسع طاولت السياح الخليجيين في كل من النمسا والتشيك، حيث تعالت الدعوات إلى تقليص عدد التأشيرات السياحية المعطاة للخليجيين، وذلك لتسببهم في تلويث الحدائق والمنتزهات وعدم احترام حقوق الحيوانات. ففي ولاية سالزبورغ النمساوية طالب البرلمان بالحد من إعطاء تأشيرات الدخول للسياح الوافدين من السعودية والكويت على أساس نسبة سنوية ثابتة. Naše kamera se jim ale vůbec nelíbila. انطباع مماثل ينقله تقرير للتلفزيون التشيكي عن المواطنين التشيك الذين أعربوا عن انزعاجهم من تسبب السياح الخليجيين بإلحاق الأضرار بممتلكات الحدائق العامة وارتكاب مخالفات بحق البيئة. القصة الأشد غرابة وقعت في سويسرا، حيث ألقت شرطة مدينة جنيف القبض على مواطن كويتي أقدم على اصطياد أوزة برية من بحيرة المدينة ثم قام بذبحها.